لله رب العالمين، وعلى من طاعه بنعيم جناته، وتوعد من جحده بجحيم نيرانه، وقهر من كفر بقوة سلطانه، وسطر من فجر بجميل إحسانه، وغفر لمن عبر إلى حرم عنوانه. سبحانه يسبحه الملك بأعوانه، والبرق بلمعانه، والطير بأشكاله، والبحر بحيتانه، والشجر بأغصانه، كل يسبحه بغريب لغته ولسانه. فسبحانه من إله حي قيوم، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وأشهد أن لا إله إلا الله. قيل لأحد الصالحين ذات يوم: ما الإيمان؟ فقال: تصديق بالجنان، ونطق باللسان، وعمل بالأركان. لذلك قال تعالى: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. وما كتبه الله لا يمكن أن يمحوه أحد، مهما كان سلطانه ومهما كان جبروته. كان بلال بن رباح يعذب العذاب الأليم، يوضع على رمضاء مكة، ويوضع الحجر الثقيل على قلبه، ويجلد بالصياط على ظهره. وكان سيده أمية بن خلف يقول له: يا بلال، اكفر بإله محمد. فكان يقول: أحد أحد، فرد صمد، لا والد ولا ولد، له جبين قد سجد. فيقول له سيده: يا بلال، أتعصيني وأنا سيدك؟ فيقول له: إن كنت قد عصيتك فلقد أطعت الله رب العالمين. يا أمية، عذب ما شئت واضرب ما شئت، فإنك لن تنال مني إلا هذا الجسد الذي سيأكله الدود، أما قلبي وروحي فمع الملك المعبود. بالله، كم لله من لطف خفيف يدق خفاه عن فهم الذكي، وكم من يسر أتى من بعد عسر ففرج لوعة القلب الشجي، وكم من أمر تساء به صباحا فتعقبه المسرة بالعشي. إذا ضاقت بك الأسباب يوما يا ابن آدم فصف بالله الواحد العلي. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله. رآه عبد الرحمن بن عوف ذات يوم، والحديث أخرجه النسائي والبيهقي، ساجدا حتى أطال السجود. فلما قام من سجوده الحبيب قال عبد الرحمن بن عوف له: يا رسول الله، لما أطلت السجود؟ لقد ظننت أن وحيا نزل عليك أو أنك قد قبلت، أي لقيت ربك. أتدري ماذا قال له النبي؟ قال له: يا ابن عبد الرحمن، والله ما أطلت السجود إلا لأن جبريل أتاني وقال لي: يا محمد، ربك يقولك السلام ويقول لك: بشر أمتك أن من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه. فسجدت شكرا لله رب العالمين. يا ابن عوف، من صلى علي مرة صلى الله عليه 10، ومن صلى علي 10 صلى الله عليه 100، ومن صلى علي 100 صلى الله عليه 1000، ومن صلى علي 1000 زاحمت كتفه كتفي في دخول الجنة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إلى أين الوجهة اليوم يا شيخ؟ ما زالت المواسم الدينية والنفحات الربانية تتوالى علينا من الحين إلى الآخر.
لتزيدنا في الله ورسوله حبا وتجدد لنا العهد مع ديننا ولتؤكد لنا أن ديننا هو حاضرنا ومستقبلنا يدور معنا زمانا ومكانا وأخلاقا وشريعة. وها نحن على أعتاب عام هجري جديد تهب فيه نسمات هجرة الحبيب من مكة إلى المدينة، فرأيت من الواجب علي أن أتعرض لتلك الذكرى، لأن لكل مقام مقال ولكل حادث حديث، لأنه لا حاضر لأمة تجهل ماضيها ولا ماضي لأمة تستنكر فضائلها. وإذا كان الوقوف على الماضي لمجرد البكاء والعويل فهذا شأن الفارغين العاطلين، وإن ازدراء الماضي بكل ما فيه هذا هو شأن الحاقدين. ولقد حاول أعداء الأمة أن يحولوا بين الأمة وماضيها حتى لا تستمد الأمة من ماضيها شعلة توقد شموس الحياة، حتى أصبحت سيرة رسول الله تعرض لمجرد الإعجاب السالب والثقافة الذهنية الباردة، وكأننا لسنا مطالبين إلى أن نطبق سيرة رسول الله في حياتنا. تأتي علينا ذكرى الحبيب اليوم، هجرة النبي، وحال الأمة لا حول لها ولا قوة، دماء تنزف في كل مكان. أهذه هي أمة الحبيب؟ يتغنى الخطباء والعلماء على المنابر في هذه الأيام بهجرة النبي العدنان، ولا يعرفون ولا يعون معنى كلمة هجرة. هل يعون أن الهجرة شعلة توقد شموس الحياة؟ هل يعون أن الهجرة عطاء متجدد وتضحية وبذل وترك للأهل والأولاد والمال، كل ذلك في سبيل نصرة دين محمد بن عبد الله؟ يقول سيدنا سعد بن أبي وقاص: كنا نحفظ أولادنا مغازي رسول الله كما نحفظهم الصورة من القرآن. ولعل رجل يفكر أن الهجرة كانت رحلة أو نزهة. الهجرة لم تكن رحلة يروح بها الإنسان عن نفسه، بل كانت مغادرة للأهل والمال والديار وأسباب الرزق، كل ذلك في سبيل إرضاء الله وإرضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الصحابة كانت لهم هجرة فلتكن لنا نحن هجرة إلى الله بالصدق والتوكل والتوحيد والإنابة وحسن التوكل والثقة بالله، هجرة إلى الحبيب بحبه واقتدائه والعمل بسنته، هجرة بالجهاد وترك المعاصي، هجرة من المعصية إلى الطاعة ومن الفرقة إلى الجماعة ومن الذل إلى العز ومن الجهل إلى العلم ومن الغفلة إلى الذكر، هجرة من البخل إلى العطاء، هجرة من الكسل إلى الجد والهمة والنشاط، هجرة من ترك كل شر وعمل كل خير. إذا تحققت الهجرة المعنوية في قلوبنا جميعا كنت مهاجرة. ألم تسمع إلى قول رسول الله: العبادة في الهرج كهجرة مع محمد بن عبد الله. تعرف يعني ايه الهجرة في الهرج؟ يعني العبادة في أيام الفتن. وهل هناك فتن أكثر مما نحن فيه الآن؟ العبادة في الهرج كهجرة معي، النبي يقول كده: كهجرة مع محمد بن عبد الله. انت عارف سيدنا أبو مسلم الخولاني رضي الله عنه كان يعلق في محرابه صوتا يلهب، فإذا فطر عن قيام الليل ضرب جسده بها ويقول لها: يا نفس، حتى لا يظن الصحابة أن يستأثروا برسول الله دوننا، والله لتزاحمن أصحاب رسول الله على حب رسول الله حتى يعلموا أنهم قد خلفوا رجالا. هجرة. أتهاجر اليوم من كل سوء ومنكر إلى العودة إلى الأخلاق الحميدة؟ هجرة. وتعالوا لنبدأ الرحلة من أولها.
الحبيب. البداية دار الندوة. دار الندوة؟ ما هي دار الندوة يا شيخ؟ هي البرلمان القرشي، هي مجلس الشعب، مجلس الشيوخ، هي مجلس الأمن، الأمم المتحدة، الكريملين في روسيا، كل هذه تعد دار ندوة. دار ندوة أعدها قريش للتشاور في شأن أمورهم المهمة، وكانت دار قصي في كلاب. ماذا حدث في دار الندوة؟ وتفيد الأنباء الواردة من مكة ومن دار الندوة أن زعماء قريش عقدت النية على أن تحارب محمد بن عبد الله. إذا وجد إسلام تجتمع كل القوى شرقا وغربا. ليس المراد إبادة أشخاص عشان تتعارف، المراد هي إزالة هذا الدين. والله لو تخلى الكل عن دين الله فإن للدين ربا يحميه. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. أرى الآن مقاعد المتآمرين ملئت على الحبيب صلى الله عليه وسلم في دار الندوة. وهل هناك أهم من قضية محمد بن عبد الله والدين الذي جاء به؟ حتى أصبح ينتشر في الأمة في أهل مكة كالنار في الهشيم، واجتمع المتآمرون كلهم على الحبيب في دار الندوة. ولكن هل يخاف رسول الله؟ إن من معه الله فمعه كل شيء، ومن معه الله لا يخيب سعيه ولا يضل عمله ولا يذل قدمه. هل هناك أقوى من الله؟ اجعل في ربك كل عزك يستقر ويثبت، إن اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. ملئت دار الندوة بالمتآمرين، وإذا بأبي جهل يرفع الجلسة. بسم الله والعزى نبدأ الجلسة. أيها الأعضاء، من اللي بيتكلم أبو جهل. أيها الأعضاء، من كان منكم متكلما في شأن محمد بن عبد الله فلا يجهر بالكلام حتى لا يسمع إله محمد ما نقول فيخبر محمدا بما نقول. لما انت عارف ان في اله واحد وعارف ان محمد جاي من عند اله ورسول، اللي عاوز يتكلم ما يرفعش صوته، يتكلم بالهمس عشان اله محمد بيسمع الكلام ويروح ينقله ليه. واذا بربك يرد على هذا الجاهل واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور الا يعلم من خلق وهو اللطيف. اسروا او اجهروا سيان عند الله يا ابا جهل. فالله يصنع دبيب ارض النمله السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. الله يدري كل ما تطلق، يعلم ما تخفي وما تظهر. إن خدعت الناس يا ابن آدم لم تستطع خداع من يطوي ومن ينشر. يا من يرى ما في الرقيب ويتوقعه، أنت الرقيب لكل ما يقع في الكون. ده يا جاهل اوعى تجهر بالكلام إياكم. ده سيدنا موسى سأل ربه كما جاء في كتاب الزهد وقال يا رب كيف لا تأخذك سنة ولا نوم. فقال له يا موسى لو كان بيدك إناء به ماء وأخذتك سنة من النوم، لو إيدك فيها كوباية مليانة مية ونمت يا موسى ما يكون مصير هذا الإناء؟ قال يا رب يقع من يدي على الأرض. فقال وعزتي وجلالي لو أخذتني سنة من النوم لحظة واحدة لخرت السماوات العلى على الأرض. والجاهل يقول لهم إياكم تجهروا بالكلام عشان إله محمد ما يسمعش.
ده أجدبت الأرض في عهد موسى، وهذا الخبر جاء في الزهد بن المبارك. فخرج موسى ليصلي صلاة الاستسقاء هو وبنو إسرائيل، فلما دعوا الله السماء لم تمطر، فتعجب موسى من ذلك، السماء لم تمطر مع أن الكريم فيهم ودعا. فقال له ربه يا موسى إن فيكم عبدا يعصيني منذ 40 سنة من أجله منعتكم المطر. عبد بقاله 40 سنة يعصيني من أجله منعتكم المطر. مش قلت لكم ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة واستغفار. فوقف موسى خطيبا وقال لبني إسرائيل من كان منكم يعصي الله فليخرج فقد أوشكنا على الهلاك. فقال العاصي في قرارة نفسه إن خرجت الآن فضح أمري بين قومي. وتاب بينه وبين ربه توبة نصوحا. وصلى موسى صلاة الاستسقاء فنزلت السماء ماءها، وإذا بموسى يقول لربه يا رب بما أمطرتنا الآن؟ فقال يا موسى بتوبة العبد الراجع إلي الآن. يا رب أين هو؟ أرني إياه. فإذا برب العزة يقول له عجبت لك يا ابن عمران، أنا لم أفضح وهو يعصيني، أفضحه وقد تاب إلي وأنا. والجاهل بيقول إياكم أن تجهروا بالكلام. بص بالراحة، مش عايزين محمد إله يخبره باللي هنقوله النهارده. وماذا حدث؟ ابن آدم إذا ما خلوت الظهر يوما فلا تكن خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن أن الله يغفل ساعة ولأن ما تخفيه عنه يقين. ونسي الجاهل أن قلم أمناء السر الذين يكتبون وقائع الجلسة هم ملائكة الرحمن. ألم تقرأ قول الله أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. مهما أحلمت نوافذك ومهما أغلقت بابك ومهما أغلقت كل النوافذ، اقرأ قول الله ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى 3 إلا هو ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معه أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وإذا في حتة لغوية يا جماعة عشان ما عدهاش من أمانة العلم عندي، أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. علماء اللغة يقولوا أم حرف إضراب بمعنى بل، أي بل أبرموا يعني عقدوا العزم وصمموا على تنفيذ خيانة ومكيدة لك يا محمد. فهنا علماء اللغة يقولون عبر المولى عز وجل بإبرامهم بالفعل الماضي. أبرموا فعل ماضي لأنه يفيد الحدث والتجدد، الحدوث والتجدد. فلما عبر عن إبرامه هو سبحانه فقال إنا مبرمون، عبر عنه بالجملة الاسمية لأن الجملة الاسمية تفيد الثبات والدوام. فكأن الله أراد أن يقول لحبيبه يا محمد إن كانوا يريدون خيانتك فخيانتهم زائلة، أما أنا إذا أردت انتقامي فانتقامي دائم لا يزول. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. شكر الله لكم يا أهل اللغة عندما وضحتم لنا هذا. ماذا حدث في دار الندوة؟ كان إبليس يرأس الجلسة، نزل في صورة أعرابي من نجم كما قال ابن هشام في سيرته، وقال له ليقترح كل منكم ماذا سنفعل في محمد بن عبد الله.
فقام رجل وقال أرى أن نقيده في بيته بالقيود ونكتفه، أي ننزل له أمر تحديد إقامه واعتقاله. أنا بقول لكم الناس والزمان يوم مقرر. إيه نتكلم ولا نخش في موضوعنا؟ ننزل له أمر اعتقال أو تحديد في بيته. وصاحب الرأي ده اسمه زمعة بن الأسود، ذكره ابن هشام. يقوم إبليس يقول له بئس الرأي ما رأيت، لأننا لو ثبتناه في بيته لجاء بنو هاشم وبنو عبد المطلب وبنو عبد مناف أهله وأطلقوا السراح. هنروح منهم فين؟ لعصر ولعصبية وأهل وعيلة. فليقترح رجل آخر رأيه. فقال آخر أرى أن من فيه خارج مكة نطرده، فإذا ما طردناه كفينا أمره. يقوم إبليس يقول له بئس الرأي ما رأيت، لأننا لو نفيناه خارج مكة فسوف ينشر دعوته بحلو أخلاقه وعزوبة لسانه. وما أنت عارف أهو هينشر دعوته في كل مكان، لسانه حلو وأخلاقه عالية والناس كلها هتتبعه في أي مكان هيروح فيه، الناس كلها جاية معاه. بئس الرأي ما رأيت. من منكم وصاحب الرأي ده اسمه أبو البختري بن هشام، عشان يبقى واضحين في السيرة. أبو البختري بن هشام. ثم قال إبليس ليقترح منكم رجل آخر رأيه. فقام أبو جهل اللعين. وما أدراكم ما أبا جهل؟ أقول ما ولا أقول من، لأن لو قلت من فمن للعاقل، أما في رأي أبو جهل غير عاقل فهو كالحيوان أو أشد قسوة. أبو جهل قال وما أدراكم ما أبا جهل؟ إن أبا جهل رجل حديد القلب حديد اللسان، لو وزعت قسوة قلبه على أهل الأرض لوسعتهم جميعا. العلماء يقولوا لو وضع سواد قلبه في مياه البحار المالحة الأبيض لحولتها إلى ماء أسود والعياذ بالله. قام أبو جهل وقال أما أنا فأرى أن نجمع من كل قبيلة فتى شاب قويا، نعطي كل واحد منهم سيفا صارما مهندا حاسما، يقفون على باب محمد وهو خارج لصلاة الفجر الغداء، ثم ينقضون عليه يضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل، فلا يستطيع بنو هاشم أن يأخذوا بثأره. وإذا بإبليس يهز رأسه لهم هكذا. نعم الرأس ما رأيت يا فتى. وخرجت المسألة من حيز الاقتراح إلى حيز التنفيذ. خرجوا من دار الندوة لينفذوا ما قالوه. وإذا برب العزة يخبر من بما حدث، يخبر الحبيب الذي دار في دار الندوة وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير. والجاهل يقول لهم ما تعلوش الصوت، ده قبل ما يطلعوا من الجلسة كان ربنا مخبر نبيه بالذي دار في دار الندوة، إما القتل وإما النفي وإما الخروج وإما الثبات في البيت. وأعلن أبا جهل حالة الطوارئ بين شباب أهل مكة، واستطاع أن يجند 40 رجلا للقيام بهذه المهمة. أصبح 40 رجل للقيام والشاب لتلك المهمة، ليفرضوا الحصار على بيت من؟ بيت يعد منارة أهل الدنيا.
لفرض الحصار على بيت كان جبريل جليسه وميكائيل ضيفه، لفرض الحصار على بيت قال الله لصاحبه واصبر لحكم ربك فإنك يا عيوننا. ماذا يفعل الحبيب؟ هذا ما سنتعرف عليه بعد جلسة الاستراحة. يقول صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، استغفر الله يغفر. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا رسول رب العالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، ودخلت الفكرة في حيز التنفيذ وفرضوا الحصار على بيت الحبيب، وإذا برسول الله ينادي على من؟ على الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عمه، وعلي عنده من العمر 19 سنة، ويقول له: يا علي، إن الله أمرني أن أعرض عليك أن تنام الليلة في فراشك، فلقد تآمر القوم على قتل ابن عمك يا علي. بالله عليك، لو واحد يقول لي لاخوه حد تنام معايا دلوقتي في الفراش ولا مكانش، وعارف ان الناس بقى تقتله، بالله عليك هيرضى؟ مش هقول لك صح، اخوه والله لو ابوه ومتاكد ان 40 واحد واقفين على باب البيت ويقول له: يا علي، إن الله أمرني أن أعرض عليك أن تنام معي في مكاني في فراش الليلة، فلقد تآمر القوم على قتلي يا علي. لماذا اختار النبي علي أهلا لها؟ أتدري ماذا قال له علي؟ قال له بلسان الحق ومنطق الحق المبين: نفسي لك الفدا يا رسول الله. رضي الله عنه. هذه هي الصحبة، هذه هي الأخوة. لو نظرنا إلى صحبة الناس اليوم تدعو إلى الأسى والرسى والحزن، لا تجد اثنين مجتمعين في هذا الزمن إلا إذا كان بينهما مصلحة، وبانقضاء المصلحة فالعياذ بالله تجد الحرب والضرب والخبط والشتائم والقذائف، واللي جاي من كده يعطى فيه. بل كم من أعز أصحابه. إن أخاف الحق من كان معه، ومن يضر نفسه لينفعه، ومن إذا ريب الزمان صدعه شدده فيه شمله ليجمعك أنت. وليس أخي من ودني بلسانه، ولكن أخي من ودني وأنا غائبه، اللي دافع عني في غيبتي مش قدامي. ومن ماله مالي إذا كنت معدما، وماله لي إن أحوجته النوائب. أهو ده أخوك. أنت عارف أنا اتكلمت عن حقوق الصحبة والأخوة، والله احنا نشرف بعض. أنا مخليها في خطبة إن شاء الله في الخطبة، ما أنتوا لو تسمعوها ما حدش فينا هيصاحب حد، والله بتكلم جد. ما حدش فينا هيفتح بيته لحد ما أنا بالك النهاية. لو عرفت حقوق الصحبة والأخوة وما لأخيك عليك وما عليك ليه عشان تقول ده صاحب وتتخذوه صاحب في الدنيا، هنشرف كلنا وأولنا. فعشان كده أنا بأجلها شوية. أنا ما صدقت بقى لي شوية أصحاب دلوقتي، خايف والله لو ما رزق نفسي هنساهم، لا هيصاحبوني ولا همشي معاهم. وإذا بعلي نفسي لك الفدا يا رسول الله. ولبس علي بردة الحبيب ونام في فراشه. هل يترك الله الأمر يمر على علي هكذا؟ ده قال: وما كنا عن الخلق غافلين. نادى الله في عالم الملكوت
انزلا إلى الأرض واهبطا واحرصا علي يا ابن أبا طالب. وهل هناك حراسة أيقظ من حراسة علي؟ لا تقول له قوات خاصة ولا قوات هكذا ولا كذا، ده حراسة جبريل وميكائيل. جبريل واقفا عند رأس عتيق وهو نائم، وميكائيل عند قدميه، وكلما تقلب علي في جوف الليل إذا بجبريل يبتسم إليه ويقول: عجبت لك يا ابن أبا طالب، إن الله يباهي بك الملائكة في الملأ الأعلى. نعم الشباب، شباب ركبوا على العقيدة، تتزحزح الجبال ولا يتزحزحون. مش بكره كله يطلع يجري. ما كتبه الله لا يمكن أن يمحوه أحد. نعم الشباب يا علي، تعال لتنظر إلى شباب اليوم، شباب التهريب، شباب النفط، شباب المياعة والبقاعة، شباب المخدرات، شباب النظر إلى الصور العارية في كل بيت وفي كل مكان. هذا هو حالنا. ما للمنازل أصبحت لا أهلها أهلي ولا جيرانها جيراني. هانت على نفس الهموم كأنهن هموم وفرائض. يا ليل اللي تايه، هل تنقضي أم ليس بعد الأمور؟ عرفت إن أنت مش عارف ربنا مش راضي ينسونا. ما هو ما فيش اللي يقوله صح. واحد عنده 19 سنة ينام في فراش النبي وعارف ان 40 واحد على باب الميت. مش قلت لكم ما حدش يعني معنى كلمة الهجرة أولها التضحية بالمال والنفس وبكل شيء. من منكم ضحى في سبيل إعلاء كلمة الله اليوم؟ للأسف الشديد. وعلي هو الفداء الأول في شباب الأمة. وقبل أن أترك علي اسمحوا لي أن أقفه بين يديكم الآن. يا علي، لقد عبرت أنت البحر الذي لم نصل نحن إلى شاطئه. فعلي صورة مشرقة على مر الظهور، أقدم منه لمسة شجاعة ووفاء، ولكن لن أذكرها إلا بعد أن أسمع التوحيد منكم. علي يوم الخندق، يوم غزوة الأحزاب، يوم أن احتشدت كل القبائل لحرب رسول الله في غزوة الخندق وهو في المدينة المنورة، والله كأن الزمان هو الذي أتى الآن. ماذا يفعل؟ يا مسلمون، إن العين لتدمع، إن القلب ليحزن على ضعف المؤمنين وقلة الصادقين. علي يوم الخندق القبائل كلها أتت لحرب رسول الله في المدينة، وحفر النبي خندق حول المدينة المنورة، وكان هذا بمشورة من سلمان الفارسي حتى لا يستطيع أحد من الأعداء أن يدخل المدينة. حفروا خندق حوالين المدينة، كل ما الفرس يجي يشوف الخندق والحفر والخراط، إلا رجل من عتاة قريش ومن عتاة العرب ومن عتاة الجاهلية في الفروسية اسمه عمرو بن عبدود. اسمه إيه؟ عمرو بن عبدود. هذا الرجل كان يشبه أبا جهل في قسوة القلب، حديد القلب، حديد اللسان، حتى أن النساء في قريش كن إذا أردنا أن ينمن أطفالهن ليلا يذكرن عمرو بن عبدود أمام الطفل فيرتعد الطفل من ذكر اسمه فينام. هذا المشرك استطاع أن يعبر إلى معسكر التوحيد الوحيد اللي عدى الخلق. انتم متخيلين مع المنظر؟ ووقف أمام رسول الله وصحبه ونادى بأعلى صوت: يا محمد، إنك تزعم أن قتيلكم في الجنة وقتلانا في النار،
فيكم رجل واحد اشتاق لدخول الجنة فيمارسني. شفت التحدي؟ شفتوا الافتراء؟ انتوا بتقول قتلاكم في الجنة وقتلانا في انا اشتقت لدخول النار يا عم. فيكم راجل اشتاق لدخول الجنة أن يبارزني. ينظر النبي إلى وجوه الصحابة فإذا العيون قد ضاعت. أنا بقول لك الموقف والله بالضبط كما ذكره كتاب السير. ينتظر النبي أحد من الصحابة أن يقول أبارزه فلم يجد. الرجل يعيد مرة واثنين كفتنة. قتلانا في النار قتلاكم في الجنة وقتلانا في النار أليس فيكم رجل اشتغل دخول الجنة يا محمد؟ أتدرون من الذي قام له؟ إنه ابن عم رسول الله علي وعمره آنذاك 25 عاما. 25 سنة. قل له يا رسول الله ائذن لي أن أصارع هذا الإنجيل الذليل فقد أوشك أن يفتن صحابتي. النبي ينظر إليه ويقول له يا علي اجلس إنه عمرو بن عبد الود. أنت لسه صغير بمعنى صح. ده هو عمرو بن عبد الود. يا رسول الله ائذن لي. وعلي يصر على النبي أن يأذن له إلى أن أذن له بعد إلحاح كبير. مفيش حد من الصحابة يقول لك ودخل علي وكأنه قادم على عروسه ليلة الزفاف. شفت الإيمان يا جماعة لما يتربع في القلوب. دنيا ايه امال ايه في سبيل ضعف هذا الدين وزوال الدين؟ دنيا ايه؟ ده دينك وعرضك ومالك ونفسك. كان رسول الله احب الينا من انفسنا واموالنا وديارنا. ماذا صنعنا لدين محمد بن عبد الله؟ والله انا لا انتمي الى فئه ولا الى جماعه حتى لا تفهموني غلط. صحابه الامه كلها يبكي ويبكي الدمع. شباب زائد ولا حول ولا قوة إلا بالله. النبي يقول لي علي يا علي اجلس. قل له كاد أن يفتن الصحابة وإذا برسول الله يعطيه سيفا ويعطيه فرسا وعمامته وينزل عليه إلى هذا المشرك الذليل العتيد العتل. الجنة عن يمينه والنار عن يساره والإيمان متربع في قلبه. هانت عليهم الدنيا فهان الله الكون لهم كله لا حاجة لهم به، لأن الله أخذ العهد على نفسه أن من أزل الدنيا أعزه الله في الدنيا والآخرة. ويدخل عليه ورسول الله في خيمته باكيا يتضرع يلجأ إلى من في هذا الوقت؟ إلى الله. ويرفع يده باكيا إلى السماء ويقول يا رب لقد أخذت مني عمي حمزة يوم أحد فاحفظ لي علي بن عمي في هذا اليوم. ويبكي النبي وعلي يتقدم إلى هذا العتيد الذي كاد أن يفتن الصحابة وهو يقول له لا تعجلن فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز في نية وبصيرة. الصدق منجي كل فائز. إني لأرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز من ضربة نجلاء يبقى ذكرها عند الهزائز. يا نعم الشباب، والله لو الأمة فيها شاب واحد كعلي الآن كانش حاجة الدنيا هكذا. والله لنصر الله به الإسلام. يا براء صف لنا علي يا براء. فماذا قال براء؟ قال علي كان شديد القوى بعيد المدى ينطق بالحكمة يستوحش من الدنيا وزهرتها ويستأنس بالليل ويخاطر الدنيا في الليل. من فينا من حكام الأمة
الدنيا بالفتن. وعشان كده لما كانت مساكنهم رحال وظهور أخيلتهم هان عليهم كل شيء، مش قصور وقصور في تل أبيب وعلى جبال لبنان هنا وهنا وهنا. يبقى زي ده نصر الإسلام يا جماعة؟ صعبة والله. لكان صلاح الدين لم يكن له بيت يسكنه، فلما سئل له لما لا تتخذ لك بيتا يا صلاح الدين؟ فقال وما أفعل بالبيت إن كنت أنتظر الشهادة كل يوم في سبيل الله يكفيني صهوة جوادي وخيمة أختلي بها بربي في ظلام الليل. عايز ايه صلاح الدين؟ خيمة وفرس، مش عايز كده. لكن الدنيا لما تربعت في القلوب ازاي هتنصر دي؟ صعب الجهاد وصعب هذا وصعب نزل هذا وهذا وهذا. ثم يقف عليه امام الطاغية فيقول له الطاغية من انت يا فتى؟ عيل صغير رايح امام راجل عنتيل، من انت يا فتى؟ فيقول له انا علي بن عمرو رسول الله. فيقول مستهزئا منه وساخرا له استصغروه فارسلوه لتكون طعاما لحد سيفي. هم مستقلين بك قوي، هم مستصغرين، وعشان كده بعتوك لي. لماذا لم يبعث احد اكبر منك؟ ليه ما بعتش محمد بن عبد الله واحد كبير بزر زي ابو بكر وعمر؟ تخيل فيها الراجل بيستهزأ بسيدنا علي يقول له استصغروك فارسلوك لتكون حدا طعاما لحد سيفي. بالله عليك لو واحد غير علي كان رد عليه قال له ايه؟ ارسلوني لانني انا الاقوى، لانني انا الاجنح، لانني انا الفارس المغوار، لانني انا اول طلعه ايه وطلعه ايه وطلعه ايه، وتباهى بطلعاته من زمين الابد. الراجل يقول له استصغروك لتكون حدا لطعام سيفي فارسلوه. لما لم يرسلوا اكبر منك؟ انت عارف سيدنا الامام علي رد عليه قال له ايه؟ قال له انما ارسلوني اليك لانني اقلهم شانا فيهم وانت لا تستحق رجل كابي بكر. في حد يقدر يرد الرد ده؟ لان انا اقل واحد فيكم واقلهم شاء. شفت حفظ كرامه الاخوان وهم غائبون، حفظ كرامه الاحباب وهم غائبون. مين بالله عليك هيقول عليك كده؟ ده كان قال ان انا اقواهم واحسنهم واجدعهم واشجعهم واقواهم. قال له لا، لانني اصغر اقلهم شانا وانت لا تستحق واحد منهم كابي بكر، عشان كده ارسلوني اليك. فقال له الطاغية عمرو بن عبد الرب يا علي لقد كان ابوك اخا لي في الجاهليه، صديق لي في الجاهليه والله، فانا لا احب ان افجع فيك اباك. انا مش عاوز ازعل فيك. ارجع هتلم الدور واعرف انت بتكلم مين. بنفس الصيغه كده بالظبط. ابوك كان صديقي في الجاهليه، انا مش عايز ازعل، ده ابوك بين اطباق التراب. ولكن علي يرد عليه ويقول ولكني اريد ان اقتلك وافجع اباك وامك فيك انت، ولكن لن اقاتلك الا بعد ان اعرض عليك ثلاثه اشياء. هات الاولى يا علي. قال ان تشهد ان لا اله الا الله وان ابن عمي محمد رسول الله. اللي بيقولوا الاسلام انتشر بحد السيف ابدا، كان لما يدخل بلده من البلاد يعرض عليه الثلاث حاجات دول: ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. انت عارف الرجل الجبار العنجيل يقول له ايه؟ قل له واللاتي والعزى لن اشهد بها حتى ولو كانت راسي في قعر جهنم. انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه الثانية يا علي أن ترجع ولا تقاتل رسول الله. ارجع بالسلامة سلام واحنا السلام ولا تقاتله. يقول له يا علي لو رجعت
وفعلت هذا لضحك علي قومي وقالوا ضحك عليك طفل صغير. فسمعت كلام العالم لو ضحك عليك ولعب في ودنك هروح من وشه من قومي. هات الثالثة يا علي. والثالثة كانت أثقل من الجبال الراسيات وأعلى. قال له علي أن تبارزني وأنت راكب على فرسك وأنا أبارزك وأنا على الأرض ثقة في من؟ في الله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. وبالفعل بارزه علي وهو على الأرض وعمرو بن عبد الود على فرسه والصحابة يختلفون ورسول الله يتوجه إلى ربه باكيا. وفجأة سمعوا صرخة عالية فخرج عمر ينظر من وراء الحجر ومن وراء الخيمة فإذا بعلي يحمل رأس هذا المشرك على سيف رسول الله. وما رميت إذ رميت ولكن الله. اعلموا أن المعركة بين حق وباطل أتدور فالنصر للحق. أما إذا دامت المعركة فاعلم أن هذا باطل وذاك باطل. محدش بيشيل الضحية لنا ولد. لا حول ولا قوة إلا بالله. عمرو بن عبد الود رجل خاف وقد خاف من افترى. رجل حل عليه غضب الله ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. عمر يخرج من الخيمة فيجد رأس هذا المشرك على سيف علي بن أبي طالب ودرعه على عورته. فيقوم سيدنا عمر يقول لسيدنا علي يا علي لما لم تأتينا بدرع عمرو بن عبد الود؟ ده الدرع ده كان من الذهب الخالص ذهب ومن أشهر دروع العرب. ليه ما جبتوش يا علي؟ شوفوا الأدب المحمدي. يقول له يا عمر لما صارعت عمرو بن عبد الود وضع الدرع على عورته ومعاذ الله أن أكشف عورة امرئ ولو كان على غير ملة محمد بن عبد الله. على لساني أن يتوقف يا نعم الشباب. فما في قلبي كلام بعد الذي قلته. رسول الله سلام عليك في يوم هجرتك وسلام على علي في يوم هجرتك وسلام على أبي بكر في يوم هجرتك. ولولا أن بساط الوقت انسحب من تحت أقدامي لدخلنا في موقف أبي بكر وموقفه من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن للحديث مقام آخر إن شاء الله في الجمعة القادمة عندما ألحق دروس وعبر من الهجرة النبوية في الجمعة القادمة وعن فضل يوم عاشوراء والعشر الأوائل من شهر الله المحرم. هذا إن شاء الله سيكون موضوعي في الخطبة القادمة. أسأل الله العلي القدير ألا يجعل هذا الجمع زمنا إلا غفرا ولا مريضا إلا شفاه ولا ميتا إلا رحمه ولا مديونا إلا قضى دينه. اللهم نفس القرب عن المكروبين ونفرج المهم عن المهمومين اقض الدين عن المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. أذل الشرك والمشركين. اللهم ارفع راية الإسلام في كل مكان. دمر اليهود تدميرا دمر اليهود تدميرا دمر أمريكا وإسرائيل ومن وراءهم يا رب العالمين. اللهم من أراد بالإسلام خيرا وفقه يا رحمن ومن أراد به سوءا ينتقم منه يا جبار. ارحمنا فإنك بنا راحم لا تعذبنا فأنت علينا قادر. اطلب بنا فيما جرت به المقادير. اجعلنا عبيد إحسان لا عبيد امتحان. ارحمنا يا رب إذا التفت الساق بالساق. ارحمنا يا رب إذا عرف منا الجبين. ارحمنا إذا اشتد النزع والأنين. ارحمنا إذا حملنا على الأعناق. ارحمنا إذا وضعنا في القبور. ارحمنا يوم النفخ في الصور. اللهم لا تحرمنا أجر رسولك. اللهم لا تفتنا بعده. اللهم اسقنا بيد الشريفة شربة هنية لا نظمأ بعدها أبدا. حياكم الله.